قبل ما نمسك أي عدة أو نقيس حرارة أو نشوف فرشة، في 10 دقايق لو ركزت فيهم هيقولوا لك وضع العنبر كله أحسن من أي جهاز. ال10 دقايق دول هما اللي بيفرقوا بين مربي عادي ومربي فاهم العنبر بيكلمه ازاي. فتعالوا نمشيهم خطوة بخطوة. معاكم مهندس محمد الصاوي، ودي قناة كتكوت أكاديمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هنتكلم هنا اول ما تفتح الباب ما تجريش، ما تلمسش حاجه، هتقف مكانك دقيقه واحده بس. طيب في الدقيقه دي هعمل ايه؟ اسمع، هل الصوت طبيعي ولا في صريخ عالي؟ شم، في امونيا، بخار خانق، ريحه رطوبه. شوف الجو هادي، في توتر، في حركه زياده او تجمعات غريبه. دي القراءه الاولى، وعايز اقول لك ان القراءه دي هي اهم من اي قراءه تانية ممكن تاخدها من على اي جهاز عندك في العنبر. التوزيع بيحكي لك حرارتهم وراحتهم من غير ما ينطقوا. طب ده نعرفه ازاي؟ اولا لو متجمعين حوالين الدفاية يبقى العنبر بارد، لو بعاد عن الدفايات ومزوقين على الحيطان يبقى الحر شديد، ولو موزعين بشكل متساوي يبقى الحرارة والراحة ممتازة. فخد بالك، الكتاكيت بتترجم حالتها بتوزيعها مش بكلامها. عايزك تراقب المسائي والعلافات كويس جدا. لو النشاط بتاع الكتاكيت حوالين المسائي والعلافات نشاط هادي ومنتظم يبقى القطيع طبيعي، ولو الكل حوالين المسائي يبقى اعرف ان في حرارة عالية او العلف ناشف، ولو الكل على العلافات فممكن كان في عطش سابق او في ضعف في الإضاءة. تعالى هنا اقول لك على حاجه حلوه جدا، وهي لغه الصوت. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، الصوت لغه، لو فهمتها هتسبق المشكله قبل ما تحصل. صوت الجوع بيكون صياح متقطع زائد حركه ناحيه العلافات، اما صوت البرد بيكون صريخ عالي ثابت حوالين الدفايات، اما صوت تيار الهواء بيكون تجمع في ركن معين زائد نبره توتر من الكتكوت. عايزك تدرب ودنك على لغه الصوت للكتكوت، هتبقى احسن من اي حساس الكتروني. لو وصلت لحد هنا واستفدت من اللي فات فما تنساش تدوس لايك واشتراك علشان تستفيد من الحلقات الجايه باذن الله. طيب وصلنا لحد هنا. بعد بقى ما خلصت قراءة المشهد، عايزك تمسك كتكوتين من أماكن مختلفة في العنبر، وعايزك تراقب الحاجات اللي هقولك عليها دي. أول حاجة، امسك رجليه بإيدك وحسها، أو حط رجليه على خدك وحسها. لو لقيت في سخونة في الرجلين فإذا الحرارة مظبوطة، ولو لقيت رجليه فيها برودة فكان في تيار هواء أو إن الكتكوت حاسس بالبرد. بص على الريش كمان، لو لقيت فدي حالة ممتازة. لو لقيت الريش أو الجلد لزج أو مبلول فهنا عندك مشكلة رطوبة، وهي إنها هتكون عالية. كل اللي قلتلك عليه دي أدوات بسيطة لكن نتائجها مؤكدة جدا. هنا عايزك تاخدها مني معلومة مؤكدة، الحرارة مش رقم على شاشة، الحرارة هي إحساس القطيع، والتهوية مش مجرد مراوح، التهوية هي حركة هواء محسوبة. يعني بمثال، ممكن الترمومتر يقولك إن درجة الحرارة 33، لكن الكتكوت وإحساسه وحركته جوه العنبر حاسس إن هي 29 درجة. ده لأن سرعة الهواء بتكون أعلى من المطلوب، أو الرطوبة مختلفة، أو الفرشة باردة. علشان كده مهم جدا إنك تقرأ القطيع قبل ما تقرأ الأرقام. فخليني اختم كده معاك بأهمية ال10 دقايق اللي قلنا انهم اهم 10 دقايق في زيارتك للعنبر. اول 10 دقايق دول اللي بيقولوا لك حرارة القطيع مظبوطة ولا لا، راحة القطيع هل هو بيتحرك ونشيط واخد راحته ولا لا، نشاطه، تهويته، جودة الفرشة اذا كان فيها الرطوبة عالية ولا الرطوبة بتاعتها مظبوطة. يعني بمعنى اصح اي مشكلة قبل ما تكبر. لو قريت ال10 دقايق دول صح هتوفر على نفسك مشاكل يوم كامل، وكمان هتلاقي نفسك سابق المشاكل بخطوتين. ودي كانت حلقتنا النهاردة، واخيرا يهمني اعرف رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك علشان نكمل رحلتنا سوا. واستنونا الحلقات الجاية بإذن الله من كتكوت أكاديمي.